عملنا ستريبس الفراخ الكريسبي بتاع المطاعم بأبسط طريقة في البيت، والطعم أحلى وأطعم من بره، بقرمشة تجنن وكفر مخرفش وطراوة من جوه، مفيش بعد كده. ده كيلو من صدور الفراخ المخلية المتقطعة شرايح بانيه، كان عندي انا اخدته وقطعته شرايح رفيعة طويلة محملة بالشكل ده، عملته قطع ستريبس. لكن لو حضرتك هتشتريه من الفرارجي هتروحي تقولي له انا عايزة الستريبس، هيديكي قطع الفيليه الموجودة في الفراخ تبقى محملة اكتر من كده. غسلته كويس بالمية والملح والليمون وصفيته بقى معايا بالشكل ده. هعمل التتبيله اللي هنقع فيها قطع الستريبس لمده ساعه او ساعتين بالكتير. هجيب كوبايه من اللبن او كوبايه من الزبادي او كوبايه من اللبن الرايب، ولو كل ده مش متوفر عند حضرتك ضيفي كوبايه من الميه بالشكل ده. هضيف عليها عصير نص ليمونه، هضيف عليها معلقه كبيره من الصلصه او الكاتشب المتوفر عندك، بتديني لون وطعم حلو للستريبس. هقلب. هضيف التوابل اللي هتديني طعم حلو للستريبس وتبقى زي طعم المطاعم اللي بره. معلقه كبيره من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، نص معلقه من الشطه، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الكاري، معلقه صغيره من توابل الفراخ، ربع معلقه من الزعتر، ربع معلقه من السكر تدي طعم حلو بتفتت انسجه الفراخ، نص معلقه من الفلفل الاسود. هضيفهم على اللبن بالشكل ده. هنقع فيهم قطع الستريبس بالشكل ده عشان تشرب من التتبيله. اغطي كده الستريبس بتاعي وهشيله في التلاجة لمدة ساعتين او 3 لحد ما يتشرب من التتبيله وياخد الطعم الحلو. بعد ما سبت الستريبس في التلاجة لمدة ساعتين وتتشرب من التتبيله وبقى معايا بالشكل ده، هبدا اعمل له الكفر اللي هغطيه بيه. هجيب كوبايتين من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر تديني هشاشه وقرمشه حلوه للكفر. اقلبهم مع بعض بالشكل ده. هضيف عليهم شويه من التوابل، توابل بهارات فراخ، بابريكا، كاري او كركم عشان اللون زي ما تحبي. ميه ساقعه بتلج في بوله تانية. هبدا اخد قطع الستريبس بالشكل ده، لازم اغطيها كويس بالتتبيله واضيفها في الدقيق. هبدا اقلبهم كده بصوابعي في الدقيق كده بالشكل ده عشان تديني الشكل المنعكش اللي بنجيبه من بره. بعد ما اتغلفت وبقيت معايا بالشكل ده، هنزل بيها في الميه الساقعه بتلج وارجع بيها على الدقيق تاني. ابدا اقلبهم بنفس الطريقه تاني بالشكل ده. انفضها بالشكل كده ده من الدقيق، بقت معايا بالشكل المنعكش ده باللي احنا بنحبه. هاخدهم على طول على زيت سخن واقليهم، ما نركنش الستريبس، ناخد بالخمسة خمسة ونقليهم على طول، ما نركنش الستريبس علشان تطلع معايا مقرمشه. بعد ما سخن معايا الزيت بالشكل ده، انا حاطه معلقه زبده بتدي طعم حلو للستريبس لما بتتقلي فيها. مكترش عدد الستريبس في الطاسه عشان الزيت ما يبردش وتستوي معايا كويس. اخدت معايا الستريبس اللون الذهبي الحلو ده واتحمرت من الجنبين. هطلعها وعايزه تحتفظي بالقرمشه بتاعتها، يا اما تطلعيها على مصفى يا اما تطلعيها على شبكه بالشكل ده. خلصنا قليه الستريبس بتاعتنا، بقت معانا بالشكل الجميل ده. شايفين الخرفشه بتاعت الستريبس ولا القرمشه كمان من جوه طريه واللحمه مستويه، طعمها تحفه.